بالازازة الفاضية دي هنعمل قطعة ديكور هتطلع تحفة ان شاء الله، هتعجبكم قوي. الكرتونة دي الاول هقص منها دايرة بس كده، وهسويها طبعا بالمقص. الفكرة ان شاء الله هتعجبكم جدا، وياريت لو ما اشتركناش في القناة نشترك بقى. وبعد كده هاخد مقاس البق بس بتاع الازازة عشان هفرغه من الكرتونة بالشكل ده. ممكن طبعا نستعمل الكتر او المقص، مفيش مشكلة خالص، اللي بنحب نستعمله او المتوفر عندنا نستخدمه، مفيش مشكلة. بالشكل ده. وبعد كده هقص الجزء اللي انا محتاجاه من الازازة بس، لان انا مش هحتاج الازازة كلها، وهسويه بالمقص عشان يبقى بس الطرف متساوي وما يعورناش ولا يجرحنا. بالشكل ده هثبته بقى. بعد كده انا استخدمت في تثبيته مسدس الشمع، ممكن نستخدم يعني اي نوع لزق تاني، ممكن غيره او اللي هو اللزق بتاع الامير، اي حاجة المتوفر عندنا، هو تثبيته سهل خالص. وبعد كده انا دي كانت عندي الوان اللي هي الجواش، ممكن نستخدم لو عندنا الاكريليك او عندنا الوان البلاستيك مفيش مشكلة خالص. هبدأ الون بيها القاعدة والازازة كمان. الفكرة في الاخر هتبقى عبارة عن فازة، وهتطلع شكلها شيك جدا، وفعلا طلعت تحفة في الاخر. ياريت بقى لو ما اشتركناش في القناة نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. وعايزة اعرف طبعا رأيكم في الكومنتات كده، لان كلامكم الجميل بيشجعني ان انا اعمل افكار جديدة باذن الله. هبدأ اغطي كل الازازة باللون. انا اخترت اللون الاسود، طبعا احنا ممكن نختار اي لون يعجبنا مفيش مشكلة خالص. هبدأ الون لحد ما اغطي الازازة كلها بنفس اللون. وطبعا لو في اي حد بيجرب الافكار اللي انا بعملها دي، ياريت تبعتولي في الكومنتات. ولو محتاجين افكار جديدة اعملها برضو يعني ابعتولي، وانا هعمل لكم ان شاء الله فيديوهات بالافكار اللي انتم محتاجينها. هنا انا كده يعتبر خلاص غطيت الازازة كلها باللون اللي معايا. هستنى طبعا لما تنشف شوية. وبعد كده ده ستراس كده بيتباع بالمتر، وهو على فكرة بلاستيك، هو تقليدي اللولي شوية. هاخد منه اجزاء بس اغلف بيها الجزء اللي تحت ده بتاع الازازة، اللي هو البق بتاع الازازة. هبدأ اثبت عليه شريط من الاستراس زي ما احنا شايفين. برضه انا بستخدم مسدس الشمع لسبب بسيط، ان هو بصراحة بينجز معايا في الوقت يعني، زي ما احنا شايفين كده. وطبعا الجزء الزيادة انا هشيله بالمقص. ونفس الطريقة في الطرف بتاع الكرتونة هبدأ برضو اثبت عليه الاستراس بنفس الطريقة. الفكرة سهلة وبسيطة، والنهاية هتعجبكم جدا، ومحدش هيتوقع ان احنا عاملين الفازة الجميلة دي من قطعة كرتون وجزء من ازازة احنا كنا هنرميها اصلا. خدت بقى اجزاء كده من نفس الاستراس ده، وبدأت ازين بيها القاعدة بتاعت الفازة بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده. ونفس الطريقة برضو خدت جزء تاني من الاستراس برضو، وهبدأ اثبته كده على الازازة زي ما احنا شايفين كده. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، وممكن اي حد يعملها، وممكن اي حاجة مش عندنا نبدلها بالموجود، ما فيش مشكلة خالص يعني. ما نوقفش الفكرة على حاجة مش موجودة، البدايل كتير جدا وما فيش اكتر منها.
بس كده الفازة بتاعتنا تعتبر خلصت. دلوقتي وقت ان انا احط فيها الزرع اللي موجود عندي. ده كان زرع صناعي موجود عندي انا حطيته فيها، وده الشكل النهائي بتاعها. مستنيه رايكم في الكومنتات، ولو ما اشتركناش في القناه يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم اي فكره جديده انا بعملها. باي باي.